يا اهلا وسهلا بكل متابعينا. النهارده جايين لكم بالجزء الثاني من فيلم ذا نان. بتبدا القصه في فرنسا عام 1956 وبنشوف طفل صغير وبيروح الكنيسه يساعد والده في معظم اعماله، وكان الاب قوي جدا. وبعد ما الطفل خلص شغله بينزل قبو عشان يحط فيه النبيذ، والقبو ده كان في مكان معروف باسم الكنيسه الصغيره لان حجمه كان صغير. لكن الطفل بيسمع صوت مخيف وبيترعب جدا وبيروح ينادي على الاب. ولما الأب بيجي هناك بيكون معاه ماء مقدس واللي بيستخدم في طرد الأرواح والأشباح الشريرة، وبيستخدم كمان لعلاج أي مرض. بس أول ما بيرميه المية بتغلي جدا وبسرعة، وبعدها بيتحول لبخار وبيطير وبيختفي، والطفل واقف في ذهول. لكن فجأة بيحصل مشهد مخيف قدام عينه وبيخوف الطفل، وهو ظهور راهبة شيطانية واللي نفخت ناحية الأب وطيرته بعيد في الهواء وأشعلت النار فيه وقتلته. بعدها بتظهر الراهبة الشيطانية في الجزء العلوي من الكنيسة، وبنشوف واحد بياخد شنطة من هناك وبيتغير المشهد فجأة. وبنشوف الأخت إيرين وكمان بنت اسمها ديبارا واللي أرسلها أبوها للكنيسة غصب عنها، وبتتكلم مع إيرين وبتقول لها إن هي واللي كان أبوها مش بيحبها نهائي لأنها كان عندها القدرة على رؤية إيه اللي بيحصل في المستقبل. وبيتغير المشهد في كنيسة في فرنسا، والجميع كانوا بيتناقشوا حوالين الراهبة الشيطانية واللي انتشر خبر قصتها في كل مكان في فرنسا. وبعدها بنروح للمدرسة كنيسة واللي بيشتغل في واحد اسمه موريس، ومديرة المدرسة الداخلية بتتكلم مع موريس وبتزعق له بمنتهى الغضب، والسبب ان ابنها اللي مات في الكنيسة من سنوات قليلة، ومن يومها وهي غضبان على الكل واسلوبها كله زعيق وشدة مع الكل. وبعدها بنشوف بنت لطيفة بتدرس في المدرسة الداخلية واسمها صوفي، وبتكون صديقة للأستاذ موريس، وكان دايما البنات بيتنمروا عليها وبيضايقوها، ودايما موريس كان بينقذها منهم. لكن بعدها بنعرف ان موريس عنده حاجة مش واضحة او حاجة غلط وبيعمل حاجات غريبة. وفي يوم من الايام بتيجي بنت جديدة للمدرسة ومعاها شنطة وامتعة بتوصلها للمدرسة، وبتشوف موريس وهو في حالة غريبة وقاعد لوحده، وبتشوف موريس وهو قاعد لوحده بره وبياكل صرصار. وهنا بنعرف ان مديرة المدرسة كانت بتزعق له عشان ينظف الكيس الاحمر من الصراصير. وفجأة خرجت الراهبة الشيطانية من جسم موريس وقتلت البنت دي بسرعة. وكده بنعرف ان الراجل اللي شفناه في بداية الفيلم واللي شايل شنطة في ايده هو موريس، وكان معاه الراهبة داخل الشنطة. وبنعرف ان الراهبة الشيطانية بتقتل ناس معينة بنفس الطريقة، والموضوع ده وراه سر هنعرفه في القصة. وبنرجع لإيرين اللي بيخطر على تفكيرها حاجات غريبة، واللي بتشوف موريس في المنام وبيطلب منها المساعدة. وفجأة بتيجي الراهبة الشيطانية وبتخوف، وبتقوم إيرين وهي مفزوعة من النوم وبتحس بالخوف الشديد. وفي يوم من الأيام بيظهر نفس البنات اللي كانوا بيتنمروا على صوفي وحاولوا ياخدوها معاهم للكنيسة، لكن المديرة منعتهم كلهم إنهم يروحوا، كانوا قافلين المكان بالجنازير، ومع ذلك راحوا من ورا المديرة ما تعرف. ولما دخلوا المكان بنلاحظ رسمة معينة على شكل معزة على الشباك، واصحاب صوفي بيقولوا لها عايزين نلعب معاكي لعبة، وبتقول لها روحي بصي على النافذة من خلال عيون المعزة دي. وقالت لها ان العيون دي عيون الشيطان، وحذرتها ان الشيطان ممكن يجي ويقتلها. وبتروح صوفي وبتبص في عيون المعزة، والبنات المتنمرات سابوها ومشيوا من غير ما هي تحس. ودلوقتي صوفي بقت لوحدها تماما. وفجأة حصل صوت مفزع في المكان، وشافت صوفي الراهبة الشيطانية وحست بالخوف والذعر، وبيدخل عليها موريس وبينقذها. ومن الناحية التانية بتظهر إيرين وبينادي عليها الأب، بيقول لها ان الكهنة والراهبات بدأوا يتقتلوا مرة تانية في مدن مختلفة، وفي قسيس اتحرق واتقتل في فرنسا. بيتكلموا عن القسيس اللي اتحرق في اول الفيلم، وبيقولوا ان الراهبه الشيطانيه رجعت مره تانية ولسه عايشه وما ماتتش. والاب بيطلب منها انها تهزم الراهبه الشيطانيه لانها ظهرت لها قبل كده، لكن ايرين بترفض وبتقول له انها ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. لكن الاب بيضغط عليها وبيقول لها لازم تعملي كده لان دي مساله متعلقه بانقاذ العالم والانسانيه، وبيكلفها بالتحقيق في القضيه دي. وايرين لما سمعت كل ده سيطر عليها الخوف جدا، وبتقرر ايرين في اللحظه دي تسافر فرنسا وبتركب القطر عشان تعرف تحل المفاجاه دي. لكنها بتتفاجئ بدبارة داخله عليها بهدوء بتتكلم معاها. لكن لما شافتها ايرين قالت لها ما كانش المفروض تيجي معايا بالطريقه دي، لان الكنيسه لو اكتشفت انك جيتي معايا فالمديره هتطردك فورا. لكن ديبارا بتقول لها لا، انت عارفه ان امي هي كمان اتحرقت وماتت ومحدش اخد حقها. وايرين لما سمعت كلامها قالت لها انها لازم يكون عندها ايمان قوي، لازم يكون عندك ايمان قوي، وساعتها هتشوفي معجزات كبيره ومش هتتخيليها. وبعدها وصلوا الاثنين لفرنسا، وبمجرد وصول ايرين للكنيسه بتفتكر ايرين للمرة التانية الطفل اللي شافته مع باباه في بداية الفيلم، وبتشوفه فعلا وهو بيلعب هناك، وبتقرب منه إيرين وبتسأله عن الحادثة دي وازاي كان شايف ظل في الكنيسة في اليوم ده. والطفل بيقول لها ايوه انا فعلا شفت الراهبة هناك. وفي اللحظة دي كل الكتب الموجودة في المكتبة بتاخد شكل الراهبة واللي خرجت فجأة من المكتبة وخنقت إيرين. وبعدها بنشوف إيرين راهبة تانية حد بيخلع لها عينيها، عشان كده فقدت الوعي. وبعدين جات لها ديبارا بسرعة واهتمت بيه. وبنرجع تاني
لمدرسة صوفي وحصلت هناك حادثة غريبة، لأن الراهبة الشيطانية بدأت تظهر أكتر من مرة في شكل موريس، وللسبب ده الكل كان خايف جدا في المدرسة. وبنرجع لإيرين وهي في المستشفى ورجع لها وعيها بسرعة، وبتفتكر إن موريس هو اللي أنقذها من الراهبة الشيطانية آخر مرة. ومن وقت ما استحوذت الراهبة الشيطانية على موريس بقى تحت سيطرتها، وبتجيلها دبارة وبتقول لها إن في طفل ادالها علامة الصليب المقدس، وبرضه ده نفس الطفل اللي شفناه في بداية القصة، وكان في علامة غريبة على الصليب ده. وبنعرف إن وتم وضع العلامة دي برضه على كل الصلبان المقدسة لكل الرهبان والراهبات اللي ماتوا. وبعد ما راحوا للمكتبة اكتشفوا إن العلامة دي علامة عائلية مرتبطة بكاهن كبير جدا من عيلة سان لويس، والكاهن ده اللي شافته إيرين في خيالها وهو بيتخلع عينه، ودي كانت عيون سانت لويس. وبنعرف ان العلامة دي شيء قوي جدا لكنه مخبأ في مكان مش معروف. وبتكتشف إيرين ان كل الاشخاص اللي ماتوا كانوا من عيلة سانت لويس، والراهبة الشيطانية دي كان ليها غرض واحد بس، انها كانت عايزة تقتل جميع افراد عائلة سانت لويس وتوصل لعيونهم وتاخدها، وكانت عايزة عيونهم عشان ترجع كل قوتها المفقودة. بعدها امين المكتبة بيشرح لإيرين ان الراهبة الشيطانية دي كانت ملاك، وبعدين غضب عليها ربنا ونزع كل قوتها، قال لهم برضو على عنوان المكان اللي ممكن يروحوا له ويحصلوا منه على كل المعلومات اللي هم عايزينها. وبيحكي لهم ان كل العيون اتدفنت في كنيسة فاضية بعيدة موجود تحتها مصنع للنبيذ او الخمور، لكنه مهجور واتبنى مكانه سكن للطلاب في المكان ده. وهنا امين المكتبة يقصد المدرسة الداخلية اللي موريس بيشتغل فيها، وده معناه ان موريس كان بيدور على العيون دي هو كمان في السر بحجة انه بيشتغل هناك. وده معناه برضو ان الراهبة الشيطانية اللي استحوذت على موريس هي اللي كانت بتدور على العيون. ومجرد ما سمعوا الكلام ده خرجت إيرين ودبرا واتجهوا لسكن الطلاب الراهبات. موريس بيحصل له حاجات غريبة وبنشوفه قاعد قدام الكنيسة وبيضرب دماغه، وبتشوفه برضه مديرة المدرسة وبتحاول تفوقه، وبتستغرب من منظره ده وبتطلب منه يروح اوضته يستريح. لكن موريس قال لها باستغراب انه ما يعرفش ايه اللي جابه هنا. في اللحظة دي بدأت المديرة تسمع اصوات غريبة خارجة من الكنيسة وعاوزة تفتح قفل الباب وتشوف ايه اللي بيحصل هناك، لكن فجأة بتشوف شبح ابنها اللي ميت وبتخاف جدا، وبيتضح ان الراهبة الشيطانية كانت مسيطرة على جسم الطفل الميت، ودلوقتي بتستخدم روح الطفل وبتقتل المديرة. وبعدين بيلاقوا جثة هوية مشوهة تماما، وده بيسبب الرعب لكل الأطفال اللي موجودين في المدرسة. وبالليل كل الأطفال بيبدأوا في الرقص عشان يشتتوا نفسهم وما يفكروش في اللي حصل مع المديرة بتاعته. وموريس وصوفي كانوا بيرقصوا مع بعض، وفجأة بيحس موريس بالتعب وبتظهر عليه علامة غريبة في رقبته، وهو في حالة سيئة جدا. ووصلت إيرين ودبرا لسكن الطالبات، وطلبت من صوفي ووالدتها يبعدوا فورا عن موريس، لأن إيرين اكتشفت إن الراهبة الشريرة داخل موريس ومسيطرة عليه. وفجأة بتتكلم الراهبة الشيطانية من داخل موريس وبتقول لها مرحبا أختي. بعدها بيجري موريس ناحية الكنيسة، وأما بتشوفه إيرين إنه متجه ناحية الكنيسة الصغيرة بتجري عليه وبتحاول تمنعه، لكن الراهبة هجمت إيرين ورمتها بعيد. وبعدين ديبارا كانت بتحاول توقف الراهبة الشيطانية لكن ما قدرتش توقفها. بعدها بتفوق إيرين وبتقرا حاجات مقدسة واللي أضعفت روح الراهبة الشريرة داخل موريس. وبعدها دبرا بتروح تضرب موريس في ظهره من الخلف، وربطوه وحبسوه في مكان عشان ما يقدرش يطلع منه. بعدها إيرين ودبرا خدوا معاهم بعض الراهبات وبيروحوا الكنيسة الصغيرة عشان يدوروا على العيون ويلاقوها قبل ما الراهبة الشيطانية ما توصل لها. وبتروح معاهم صوفي، وهناك بتظهر لهم النافذة اللي عليها عيون الماعز. وبعدين بيقولوا إن أكيد عيلة لويس هي اللي رسم عيون الماعز دي عشان أي شخص منهم يقدر يلاقي العيون دي ويوصل لها قبل الراهبة الشيطانية. وأم صوفي بتقول لهم إن العيون دي لو أشرقت عليها الشمس بتنور، وقبل ما تشرق الشمس دبرا بتمسك كشاف وبتسلطه على عيون الماعز، وفعلا بيطلع منها نور ليزر وبيشاور لهم على مكان معين، وبيتضح إن المكان ده هو مكان العيون، وبيحفروا في المكان ده مدفون واللي فيه العيون. ولكن في الوقت ده بيصحى موريس، وبدأت الراهبة الشيطانية تخوف البنات واللي بتظهر لهم بشكلها الحقيقي، وبيبدأوا يصوتوا. وبتروح لهم دبرا وبتنقذ الأطفال المذعورين، وبيجروا كلهم وبيروحوا الأوضة وبيلاقوا شبح مديرة المدرسة اللي اتقتلت في الكنيسة من شوية، وبتبدأ تخوفهم. وكانت إيرين في الوقت ده مع صوفي، وبيجري موريس الممسوس عندهم وبيحاول ياخد العيون من إيرين، لكن صوفي بتاخدهم وبتهرب بعيد، وبتكون العيون داخل الصندوق المقفول. واما بتوصل فوق من المبنى كان بيكون على وشك الانهيار من جنب معين بسبب قوة العيون اللي داخل الصندوق، واللي بيخرج منها ضوء اصفر ساطع واللي بيخوف الراهبة الشيطانية. لكن موريس واللي مسيطرة عليه الراهبة الشيطانية حاول يروح ناحية صوفي، لكن إيرين بتوصل وبتقف بينهم وبتسلط الضوء ناحيته. وموريس اللي بيخرج ضوء قوي جدا وبيخلي موريس يعاني من الألم، واللي بيفكروه مات. وبرغم كده صوفي بتحس بالحزن الشديد لأن موريس كان صديقها المقرب،
وبتقرب إيرين من موريس عشان تتأكد إنه مات، لكن كان لسه حي، ودي كانت خدعة من الراهبة الشيطانية عشان تسرق منهم الصندوق. وفعلا بتقدر تسرق الصندوق بسرعة، ورجعت لها كل قوتها مرة تانية، ورجعت لشكلها الحقيقي مرة تانية. وبنشوف كل قوة العيون رجعت لعيونها، وبنشوفها بتسحب البنت اللي كانت بتتنمر على صوفي داخل بقها، وبتنتقم منها وبتحاول تقتلها. ودلوقتي الراهبة الشيطانية بقت قوية جدا، وبتسحب إيرين في الهواء وبتحاول تقتلها زي ما قتلت الراهب في بداية الفيلم. وبعدين إيرين بتشوف والدتها هناك وعيونها مضيئة باللون الأصفر هي كمان، فبتفهم إيرين إنها من عيلة سانت لويس، وكان عندها القوة بداخلها. وبتبدأ إيرين تصحي القوة اللي بداخلها، وبتطفي النار وبتتأكد من قوتها الخارقة، وبتحاول إيرين تستعيد قوتها تاني عشان تقدر تواجه بها الراهبة الشريرة. وبعد ما شافت الراهبة الشيطانية كل ده بتغضب بشدة، وبتهاجم صوفي مرة تانية. في اللحظة دي إيرين طلبت من الكل إنه يصلي، وأما شافت إيرين النبيذ في المكان عرفت زي ما قال لها أمين المكتبة، وبدأ يصبوا النبيذ على الأرض وهم بيصلوا. وبسبب قوة إيمانهم بيتحول النبيذ لدم وبيقضي على الراهبة الشيطانية الشريرة. وفي نهاية القصة بيظهر 2 من المحققين الخارقين واللي بيقدروا يتكلموا مع الأرواح الشبحية، وبيجي لهم مكالمة من الكنيسة واللي معناها إن دي بداية قضية جديدة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم، وشكرا جدا على المتابعة.